أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من ساعة حوار. ضيفي لهذه الليلة زعيم جماعة أنصار الإسلام سابقا الشيخ كريكر. أهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا من خلال NRT عربية وبرنامج ساعة حوار. البداية طبعا سنبدأ من الحرب ضد تنظيم داعش، والبداية كباحث ومطلع وقيادي في الجماعات الإسلامية، ما هي توقعاتك بمصير المعركة القائمة بين التحالف الدولي والحكومة العراقية من جهة وما يسمى بالدولة الإسلامية داعش من جهة أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الحرب ستستمر لأنها حرب مجرد حرب التكنولوجيا، والأفكار التي يتبناها أهل هذه الحرب من الطرفين أيديولوجية دينية. بالنسبة لتنظيم الدولة يتبنى الإسلام منهجا، فكرا وعقيدة وفلسفة وسياسة ودينا ودولة، فالجماعة تدافع عن معتقداتها بكل ما أوتي من قوة، وكل قوى الأرض لا أتخيل لا أتصور أنها ستغلب هذه الأفكار، لأن كل قوى الناتو بمجموعها ذهبت إلى أفغانستان واحتلت البلاد وضربت الطالبان وأزاحتها عن سدة الحكم، ومع ذلك الطالبان باقي، وطالبان في وضح النهار هاجم قندز وفتح أو حرر بلادا من تحت أيدي الناتو ومن أمامهم أو خلفهم من الأفغان. بالنسبة لتنظيم الدولة أيضا أتخيل هكذا، حتى لو أخذت منهم الموصل، وهو أمر ليس بالأمر السهل، لأن الاحتلال كان موجودا والقوى الشيعية كانت حاكمة في الموصل، وأسامة النجيفي ومن معه كانوا حكاما، وكذلك حزب الديمقراطي الكردستاني كانوا موجودا، خسرو جوران كان أيضا، والقوى الكردية، ومع ذلك كان المهاجمون أحيانا وهم جماعات متفرقة يأخذون الضفة الغربية للموصل ويأخذوها من الاحتلال، وأنا في اعتقادي الآن هم أكثر تطورا وقوة، وهم بالتأكيد سيدافعون عنها، ولكن إذا انسحبوا سينسحبون إلى المدن الأخرى. طيب، لكن يعني شيخ، يعني موضوع أنه أن يكون هنالك أنصار لهذه الجماعات، هذا الموضوع انحصر نوعا ما في الموصل، في الرمادي، في المناطق التي كانت مسيطرة عليها تنظيمات داعش أو تنظيم داعش. نعم، لا بأس، هذه مسائل عسكرية، يوم لك ويوم عليك، وهذه الأرض قطعة من الأرض، مكان استراتيجي يأخذها طرف ثم يتخلى عنها بسبب الضغط الذي عليه. هكذا جرى بالنسبة للمسلمين في فلبين في مندناو، وبالنسبة لأفغانستان معارك جلال آباد هي كلها كانت معارك كر وفر، وبالنتيجة سيطر طالبان على كابول. طيب، يعني أنا ما سألته هو بخصوص أنه الفكر الأيديولوجي بالنسبة للمواطن الذي يعيش في البداية قبل دخول تنظيم الدولة الإسلامية داعش إلى هذه المناطق، ربما نوعا ما كان متعاطفا أو مرحبا نوعا ما بدخولهم، لكن اليوم تغيرت الصورة وتغيرت المعادلة. الذين يريدون الدنيا، يريدون متاع الدنيا العاجلة أن تقع بين أيديهم. الأكراد الآن يستغيثون بكل من ينقذهم عن حالة المزرية التي هم فيها الآن، فلو جاءت قوة دينية أو قوة ماركسية أو قوة شيعية لإنقاذهم الناس يذهبون إليهم. هذه هي من طبائع بني إسرائيل. لكن بالنسبة لمن آمن بالفكرة ودافع عنها وأصبح جنديا لها، سيدافع عنها بكل ما أوتي من قوة إلى آخر قطرة من دمه، وهو أمر طبيعي بالنسبة لتنظيم الدولة كذلك. الذين يريدون أن يأخذوا الموصل أو أماكن أخرى من أيدي التنظيم سيأخذونها إن كانت قوتهم هي الغالبة، ولكن مع ذلك الفكرة ستبقى وجنودها سيبقون وسيواصلون، وأمام وراءهم حسكة، يعني حسكة على الأقل 95% بأيديهم ما زال، وامتدادهم إلى حلب، إلى تدمر، إلى أماكن أخرى، ثم الكر والفر ممكن يعودوا إلى الرمادي، يعودوا إلى أماكن أخرى من مناطق السنة.